السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. ده بقى الفيديو تاني من فيديوهات ملف عصاير رمضان. شفتوا القمر اللي قدامكم ده عصير جوافة بلبن. هعملها لكم بطريقة النهاردة جديدة، وهنحط عليه مكون هياخد معانا العصير لحتة تانية خالص. قوامه تقيل ومغذي، وطبعا ما اقولكوش عن الجوافة وفوائد الجوافة وخصوصا فيتامين سي، واحنا بقى في البرد وولادنا طالعين نازلين. شايفين قوامه تقيل قدامكم ازاي؟ طعم وريحة حاجة كده ولا أروع، هيشرفك بجد على سفرتك في رمضان. وهو في ايه في رمضان أحلى من إن احنا ننوع لهم ونغير لهم في العصاير؟ ورمضان بقى عصايره حدث ولا حرج. تعالوا بقى كده نصلي على النبي ونمشي خطوة بخطوة مع بعض، وأوريكم أنا عملت العصير بتاعي النهاردة ازاي. طبعا الكمية حسب زي ما انت عايزة، حسب رغبتك وحسب عدد الأفراد اللي عندك في البيت. هنا دول 5 جوافات صغيرين. الجوافة الصغيرة دايما بتبقى مسكرة وطعمها أحلى بكتير 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 من الجوافة الكبيرة. هيكون قوامها زي ما انتوا شايفين قوام مقبول، مش طرية قوي لدرجة انها تبقى مستوية زيادة عن اللزوم، ومش ماسكة قوي تضغطي عليها كده تبقى طرية معاكي في ايديكي. هنقطعها لقطع صغيرة في الوعاء أو في الإناء اللي قدامكم ده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. ونرجع نقطعهم مرة كمان وارجع اضيفهم في قلب الوعاء. كده قطعت الجوافة بتاعتي. تعالوا بقى نضيف بقية الإضافات. طبعا أنا الكمية بتاعتي النهاردة حطيت عليها معلقتين 2 بس من السكر، لأن احنا ما بنحبش الجوافة مسكرة. السكر اختياري، عايزة تزودي دوقي كده وانتي بتعمليها، زودي أو قللي زي ما انتي عايزة. المكون بقى اللي هياخد معانا عصير الجوافة في حتة تانية خالص، معلقة كريم شانتيه بودر. واثقة انك لو حطيتيها هتدعيلي ومش هتبطلي تعملي جوافة بالطريقة دي تاني. وكوباية لبن ساقع، كوب كامل من اللبن الساقع. وبالهاند بلندر بقى كده واهرسي اعصري لحد ما الجوافه تختفي تماما. اساسا انا دلوقتي مش قادره اقول لكم جمال الريحه ايه، ريحه تحفه تحفه تحفه. يا سلام بقى على كوبايه العصير دي كمان ساعه السحور، بعد ما تسحري حاجه كده ترطب، تضيع العطش، تدي طاقه. فيتامين السي عموما بيدي طاقه للجسم، بيحارب امراض زي البرد والحاجات المنتشره الفتره دي. ان شاء الله لما تجربيه بنفس الطريقه بتاعتي انا متاكده انك هتدعي لي. هنستمر في الهرس لحد ما اتاكد ان ما يكونش فيه اي تكتلات، اي قطع متكتله في قلب الاناء بتاعي. اضرب كويس جدا جدا وما اشيلش الهاند بلندر الا لما اتاكد ان كل حاجه اختلطت معايا. شلنا الهاند بلندر تمام. الخطوه اللي بعد كده انا هبتدي اصفي العصير، لان انا ما بفصلش البذره عن عصير الجوافه وانا بضربه. حقيقه بيدي طعم حلو جدا جدا للجوافه. حاجة أوسع شوية، شفشق أو إناء أوسع شوية، وهبتدي أصفي عصير الجوافة بتاعي زي ما قلتلك. وهرجع أقول وأعيد الكمية هنا حسب عدد الأفراد وحسب رغبتك. أنا بحب أعمل العصير دلوقتي يتشرب دلوقتي مركنوش. عايزة تزودي زودي، عايزة تقللي قللي. بالمعلقة كده هبتدي أصفي العصير لحد ما أطلع كل البذر اللي موجود فيه في مصفى ضيقة، مصفى العصير الضيقة، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ وكده انا خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. شايفين الشكل قدامكم؟ قوام تقيل، ريحة جميلة، لون جميل، حاجة متأكدة انها هتعجبك وهتعجب كل حبايبك. كده وصفتي النهاردة خلصت، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم الفيديو جاي بإذن الله. واسيبكم في رعاية ربنا وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.